بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد عشاق المستديرة نعود إلى استاد القاهرة الدولي ولقاء مصر والسنغال في الدور النصف النهائي في النسخة 25 لكأس الأمم الأفريقية 2006. كما عشنا اللحظات المثيرة في شوط المباراة الأول والذي انتهت بتقدم منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء. الهدف الذي جاء في الدقيقة 36 من علامة الجزاء ونفذها بالطبع أحمد حسن، اللي بالطبع اللي لاعب دور كبير في مباراة الكونغو الديمقراطية في الربع النهائي، وأيضا في هذه المباراة أمام أسود التيرانجا. في تدخل هنا في فاول، منتخب صعب جدا بالنسبة لأسود التيرانجا، حذاري منه في شوط المباراة الثاني. المحافظة على النتيجة أمر مهم جدا. 45 دقيقة قادمة فاصلة تحدد بالطبع أيضا الأماني والطموحات المصريون والعرب. لكل الأمنيات إن شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر للمحافظة على هذه النتيجة والوصول إلى المباراة النهائية. ذكرت في الشوط الأول أن مصر تاريخيا في الوصول للنهائيات من أول نسخة في 1957 فازت في المباراة النهائية، 59 فازت في المباراة النهائية، خسرت النسخة الثالثة وصلت للنهائي، لكن في 86 فازت عندما وصلت للنهائي واستضافت البطولة، وأيضا في 98 في بوركينا فاسو فازت عندما وصلت للنهائي. وإن شاء الله للمرة الخامسة، هو النهائي السادس تصل له، لكن إن شاء الله يكون اللقب الخامس في الطريق مع الوصول للنهائي. حذاري من ديومانسي كامارا، لاعبين لهم قيمة كبيرة جدا مع أنديتهم أيضا في الملاعب الأوروبية. عبد الله سار المدير الفني للمنتخب السنغالي. أحمد حسن، محمد عبد الوهاب، لا تغيير في تشكيل الفريقين. تمشي الكرة من ميدو عرضية ولكن تذهب لتكون إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. أذكر بتشكيل المنتخب المصري اللي بدأ به حسن شحاتة في هذه المباراة: الحضري، محمد عبد الوهاب، ابراهيم سعيد، عبد الظاهر الساعي، متى، محمد شوقي، بركات، ميدو، احمد حسن، وائل جمعة، ابو تريكة. المنتخب السنغالي: توني سيلفا، ماليكو دياكيتي، سليمان ديوارا، ودياتا، عمر داف، احمد ديفاي، بابا ديوب، ديومانسي كامارا. الحمد لله يا ساتر من هذه الكرة، ومن ديفيد ريك، وكذلك مامادو نيانج وكامارا هنري. كرة عرضية، ابراهيم سعيد يقوم بدور دفاعي على اكمل وجه. 4 دقائق او ندخل في الدقيقة الرابعة، يعني قلق واضح على المعلم حسن شحاتة. تمشي الكورة وكورة خطرة لكن تمر بسلام، وتمر بسلام. اللي كانت هنا من عمر داف. عبد الله صار مش صار اكيد، يعني الان ربما تعليمات للخبره للحاج ضيوف، الحاج حسين ضيوف، اذا يستعد للدخول. الورقه الذي يعول عليها عبد الله فاي او عبد الله صار فيما باقي من وقت في زمن هذا الشوط الحاسم، الشوط اللي ربما ان شاء الله يحسموا فيه. لا نحتاج الى الاكسترا تايم، نحتاج الى شوطين اضافيين. كره خطره، هي يا تريكا، يا خساره حلوه من ابو تريكا، والعارضه تحول دون ان نرى الهدف الثاني لمنتخب مصر في هذه المباراه. ترجع الكره مره ثانيه. المتابعه السنغاليه، ما زلنا مع على هذه اللحظات المثيرة، وحذاري من المنتخب السنغالي. الفرص اللي تضيع أمام أسود التيرانجا
يعني تبعد بشيء من القلق، يعني تضيعش عندما تأتيك فرصة أمام هذا الفريق تسجل فيه ترتاح، لكن تضيع يشكل عليك ضغط. وهذه محاولة خطيرة للأسود الترنجة، والمتابعة مرة ثانية على المنتخب السنغالي واللي طالب بلمسة يد على بركات، لكن الحكم الكاميروني إيفيان كان قريب. الكرة السريعة من تريكا إلى ميدو إلى أبو تريكا، ولكن بعيدة من ميدو تصل عند توني سيلفا. مشاهد نشر ريبلاي. أمور لا نريد أن يطول الأمد هذه المباراة، إذا صعوبتها بالنسبة لهذه المباراة. تعود الكرة للوراء، إبراهيم سعيد سريعة من هناك، التغطية وتعود، والانطلاقة من جانب المنتخب السنغالي. وإن شاء الله خير، إن شاء الله التعويض يجي، وإن شاء الله الأمور تتحسن والصورة تتغير فيما هو قادم في الدقائق المباراة. لكن الحذر واجب كما قلت. أسود الترنجة لابد من ترويضها. فريق صعب الميراث أو منتخب صعب الميراث، عنده عناصر كما قلت تنشط في الملاعب الأوروبية، في البطولات الأوروبية، خاصة في البريمير ليج، وأيضا في اللوك في الدوري الفرنسي. توني سيلفا حارس ليل الفرنسي. تعود الكرة الآن إلى الخطير الآخر أمادي فاي. وأمادي فاي، وذكرت أن أمادي فاي اللي يلعب في نيوكاسل يونايتد، وبالإضافة إلى أيضا عمر داف اللي يلعب في سيشو. حذاري من هذه الكرات. وكذلك بابا ماليكو دياكيتي لاعب نونت الفرنسي. يعني كل الأسماء. وديومانسي كامارا لاعب وست بروميتش ألبيون. وبابا بوب ديوب يلعب في فولهام الإنجليزي. ميدو رأسية تذهب بسلام على مرمى توني سيلفا. والأحمد حسن، هذا حسن شحاتة. يا إن شاء الله الشبكة تتكلم يا حسن يا شحاتة. نشوفوا هنا اللي طالب المنتخب الكاميروني أو المنتخب السنغالي، الحكم الكاميروني طبعا إيفيني. وتشوفوا هنا هنري كامارا وتدخل من وائل جمعة. 10 دقائق في شوط المباراة الثاني مشاهدينا. تمشي الكرة بالطبع ما نراه في هذه المباراة. والحاج ضيوف، خبرة الحاج ضيوف نجم بولتون كابتن حسن شحاتة. 10 دقائق في شوط المباراة الثاني، كل دقيقة لها قيمتها. طبعا 75,000 متفرج في مدرجات وملعب استاد القاهرة، ما خلاف الملايين الموجودين على المقاهي في شوارع القاهرة ومدن مصر كلها، في الإسكندرية، في مطروح، لأسوان، لسينا، لبورسعيد، للإسماعيلية، لكل ربوع مصر يتابعون، يشاهدون، يترقبون ويتمنون الوصول طبعا للمباراة النهائية. التفاؤل موجود والأماني ممكنة أمام أسود الترنجة في هذه المباراة الصعبة، والأمور إن شاء الله تكون لصالح مصر في هذه الدقائق القادمة في هذا اللقاء. فاول الحكم الكاميروني إيفيني يحتسب الفاول لمامادو نيانج. تدخل اللي كان من قبل عبد الظاهر الساء، خطأ لصالح المنتخب السنغالي. كرة طويلة تذهب إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. إذا سنرى أول تغيير قادم للسنغال. الحاج ضيوف، وهذا الهدف اللي سجله حطه حلو الحقيقة، الحق يقال، من مامادو نيانج. تمشي الكرة عند الحضري، طويلة من الحضري، تعود مرة ثانية. ديومانسي كامارا، هذا هو ديومانسي. تدخل اللي كان من ميدو.
الآن ميدو في هذه المباراة 56 دقيقة ونقترب من ساعة. يعني مش ميدو بتاع توتنهام، مش ميدو بتاع اياكس، مش ميدو اللي حتى رأيناه في مباراة ليبيا الأولى. ليس ميدو في هذه المباراة. أكيد مهاجم في مباراة لها حسابات أخرى، في دور حساس، في مرحلة قريبة جدا من الوصول إلى المباراة النهائية. عبد الوهاب، أحمد حسن، ترجع الكرة لوراء. إبراهيم سعيد، أداء راقي جدا لإبراهيم سعيد. عبد الظاهر السقا، أحمد حسن السقا، كرة لعبها صعبة على أبو تريكة. الحاج ضيوف طبعا الكاميرا، نجم من نجوم القارة السمراء والمنتخب أسود التيرانجا، نجم بولتون الإنجليزي. خبرة بالنسبة للحاج ضيوف. مرة ثانية مندي فيدريك. من هناك تمشي الكرة لمحمد عبد الوهاب، يحاول هنري كامارا، فاول لصالح هنري كامارا، لعيب خطير جدا، لاعب ويجن الانجليزي. هذا هو هنري كامارا. تدخل اللي كان من وائل جمعة. ساعة كما قلت تقريبا، دخلنا أو نقترب من الدقيقة 60. ساعة من اللعب في هذه المباراة. كورة مكان خطير من دي فيدريك، كورة خطيرة من دي فيدريك. ونتابع ونشاهد لاعب سانت إتيان الفرنسي في اللوك نشاهدوا الكرة. ان شاء الله خير. يا ستار استر يا ستار. كرة خطرة رأسية طول القامة ايضا للخطير امادي فاي. شوفوا هذه الكرة الخطيرة التي كانت من امادي فاي، بالطبع لاعب نيوكاسل يونايتد، طوال القامة عند أسود التيرانجا. ضربة مرمى. الحضري، كل في المدرجات، الكل يترقب، الكل الأيادي على القلوب، والكل يتابع ماذا ستسفر وماذا ستحدد لنا 30 دقيقة القادمة. هل سيلجأ المنتخبين إلى الإكسترا تايم، إلى الشوطين الإضافيين؟ هل تحسم بركلة ترجيح أم تحسم بهدف قاتل؟ كل شيء وارد، كل شيء ممكن، كل الأمنيات بالتوفيق لمصر إن شاء الله. تمشي الكرة من هناك طويلة، تحول. مباراة بالطبع مرهقة على اللعيبة وعلى الجمهور وعلى المعلق وعلى المتابع والمشاهد. الكل بالطبع يعني مشدود، والأعصاب والتوتر. أهمية هذه المباراة لأن الخطأ مكلف، وبطولة مصر تستضيفها بشكل رائع جدا. لامين دياتا، هذا لامين دياتا، ومصر كما قلت تستضيفها بشكل رائع جدا، استضافة حلوة. إن شاء الله الحلو يكمل بتتويج مصر ووصولها أيضا إن شاء الله للمباراة النهائية وخطف الأميرة الأفريقية. تصل الكرة الآن عند توني سيلفا. مصر 1 السنغال 1 بعد مرور أكثر من ساعة لعب، أو ساعة تحديدا و40 ثانية. تمشي الكرة الآن. أبو تريكة، أحمد حسن، سريع لأبو بركات. أوه، الزئبق بركات تذهب إلى كورنر. إذا كورنر. شوفوا الإعادة، شوفوا الكرة، حاول لكن توني سيلفا حارس ليل. إذا كورنر، ركنيات 2 مقابل 1، 2 لمصر مقابل 1 للسنغال. كرة خطرة. عبد الوهاب،
يا على هذه الكرة، ياه 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 ياه، كاد أن ينجح في إحراز الهدف الأول أو له وللثاني لمنتخب مصر. شوف بركات إلى عبد الوهاب، يا تمر بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى توني سيلفا. محمد عبد الوهاب فرصة ثمينة جدا كدنا أو كادت أن تفرح الكل في ملعب المباراة. حسن شحاتة، حسن الشحاتة، إن شاء الله كل الأمور تكون على أحسن ما يرام. عبد الوهاب إلى محمد شوقي، عبد الوهاب إلى السقا، عبد الظاهر السقا، يمشي بيه عبد الظاهر السقا، كل دقيقة لها قيمتها. شوقي، مصر ماسكة الكرة أحسن الآن، تراجع المنتخب السنغالي 1-2، لكن حذاري من أسود التيرانجا دائما. بركات الزئبق يرجع الكرة لوراء. إبراهيم سعيد، إبراهيم سعيد طويلة في الأمام، والمتابعة من هناك لأبو تريكة. أبو تريكة، أبو تريكة، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، عرضية، يا يسحرني يبهرني. يتألق بشكل كبير تريكة في لمساته، في غمزاته، في حركاته، في لعباته، كل الأمور على أحسن ما يرام. يا سلام يا سلام يا سلام، كرة خطيرة من المنتخب السنغالي، لكن روعة أحمد أو إبراهيم سعيد الأسطورة حسام، يعني بالطبع التوتر واضح، يحب يلعب ولكن أيضا في المقابل يحب مصر تكسب، فلذا هذا التوتر عنده روح حماسية المكسب، روح المكسب موجودة في حسام حسن، يعني خبرته ونجاحاته وإصراره على المكسب، وهذا الروح حتى هو في دكة الاحتياط نراه بالطبع يعض الأيادي صوابع يديه من أجل بالطبع التوتر الواضح، ونتمنى لزملاء أن يوفقون. أبو تريكة طويلة من أبو تريكة إلى بركات، يا ميدو، يا ميدو، يا ميدو، يا ميدو، لو نجحت في هذا كان فيها كلام آخر يا ميدو، لو نجحت لكنت أنت العريس هذه الليلة يا ميدو، يا ميدو، يا ميدو. ميدو حتى الآن مش في فورمة في هذه المباراة. 20 دقيقة من الشوط الثاني، 65 دقيقة من عمر المباراة، 25 دقيقة الزمن الباقي من الوقت القانوني في هذه المباراة. 25 دقيقة هي من نار، 25 دقيقة شنو صبرنا عليها، 25 دقيقة ماذا ستحمل لنا؟ أكيد إن شاء الله تحمل الكل خير. هذا أحمد حسن وهذا أمادي فاي، تمشي الكرة مرة ثانية لشوقي. أحمد حسن أداء بطولي في وسط الملعب، دور رائع جدا. إلى محمد شوقي، العاملون في صمت الحقيقة. محمد شوقي، عبد الوهاب متألق بشكل كبير في هذه البطولة وفي هذه المباراة على وجه التحديد. كرة تمشي إلى خارج الملعب. الحاج ضيوف، التغيير الأول. مباراة حذرة من كل الجوانب الحقيقة، سواء من السنغاليين أو من منتخب مصر، منتخب أسود التيرانجا. إبراهيم سعيد يعجبني هدوء وأداء برقي جدا في هذه البطولة، أداء راقي جدا في هذه البطولة لإبراهيم سعيد. إذا وائل جمعة، إذا رمي التماس في تنفيذها لامين دياتا. التغيير الأول للمنتخب السنغالي الحاج ضيوف. إذا الحاج ضيوف، إذا مكان هنري كامارا، لاعب ويجن هنري كامارا نجم أيضا كبير يغادر ويدخل مكانه الحاج ضيوف نجم بولتون. إذا في هذه الدقيقة 66 من عمر المباراة، أو دخلنا نحن في منتصف هذا الشوط الثاني، دخول الحاج ضيوف في هذه اللحظات من جانب المنتخب السنغالي. رمي التماس، تلعب الكرة إلى خارج الملعب
رمي التماس لصالح المنتخب المصري. هذا الخطير أمادي فاي. تنشال الكرة من ماليكو، بابا ماليكو دياكيتي. بابا ماليكو دياكيتي هو اللي يلعب لنادي نانت، نادي في فرنسا يسمونه بالنادي الكناريا نانت بالنسبة لبابا ماليكو دياكيتي. نحن في منتصف شوط المباراة الثاني، واتمنى منتصف الشوط الثاني أن يكون خير على مصر إن شاء الله، إن الجماهير الكبيرة اللي موجودة أكثر من 75 ألف متفرج، والملايين اللي موجودة في كل ربوع مصر، والملايين في كل الأقطار العربية من المحيط للخليج يتابعون، يشاهدون، يدعون لمصر إن شاء الله بالمكسب بإذن الله. وهنا تدخل من وائل على الحاج ضيوف في هذه الكرة. حسن شحاتة في حديث مع المدرب العام مع مساعده طبعا شوقي غريب في هذه الأثناء. ربما مصر مع الخيارات القادمة والتغييرات القادمة لمنتخب مصر أكيد ربما تكون بدائل هجومية لمنتخب مصر. وهذه كرة لكن ضعيفة. التغطية تعود مرة ثانية من ماندي، كرة عرضية ماندي فريدريك، ولكن تغطية وائل جمعة. كورنر. لحظات صعبة. هنا التركيز مطلوب، الانضباط مطلوب، لأن السهوة مكلفة، الهفوة ثمنها غالي في مثل هذا الدور النصف النهائي. نحن على اعتاب النهائي إن شاء الله بإذن الله. لكن صعوبة أسود الترنجع. الكورنر للمنتخب السنغالي. يا ساتر، ربك سترها، والحمد لله من على خط المرمى تنشال، من على خط المرمى تنشال من محمد عبد الوهاب. يا كورة يعني كورة تقول للبطولة هي مصر. كورة يا من على خط المرمى يشيلها محمد عبد الوهاب، متألق بشكل كبير في هذه المباراة. لامين دياتا في تنفيذ رمية التماس. هناك خطأ لصالح المنتخب المصري. لو لاحظنا كورة من على خط المرمى تماما تجاوزت الكل. محمد عبد الوهاب بيشيلها براسه. شوف 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 يا سترها الستار في هذه الأثناء. يا كورة خطيرة في وقت صعب وحرج جدا، يعقد الأمور، يشكل ضغط كبير على منتخب مصر. وعلى من خلال ما نرى الملعب كله كان في سكوت تام في الكرة الماضية. الحمد لله مرت على خير. تمشي الكرة من هناك، تعود لضيوف، تنقل، والمتابعة من أحمد حسن، ياخذها محمد عبد الوهاب اللي ينقلها لميدو. ميدو في فاول. ميدو تماما في هذه المباراة مش ميدو اللي نعرفه في أداء بالطبع، ما قدمش الصورة اللي تليق بقيمة وأداء ميدو اللي نعرفه. هذا ديومانسي كاميرا. إذا فاول. الحكم يطالب أحمد حسن بتنفيذ الخطأ من مكانه. يتسرع أحمد، يلعبها بسرعة وتضيع منه الكرة. التركيز في لحظات صعبة من عمر المباراة. شوفوا الروح القتالية اللي يلعب فيها أحمد حسن كما نراها مشاهدينا. إذا حسن شحاتة أيضا بدأ ينتابه القلق. الأمور تحتاج أكثر تركيزا في هذه الأثناء. لامين دياتا طويلة من لامين دياتا، يبعدها أحمد حسن إلى خارج الملعب. لحظات صعبة، أقل من 19 دقيقة الزمن الوقت القانوني من عمر المباراة. تمشي الكرة مرة ثانية، تعود من هناك لميدو. كابتن حسن شحاتة ما جراش أي تغيير حتى الآن.
تعود مرة أخرى الآن، يعني دائما تغييراته متأخرة. في المباراة الماضية أمام الكونغو الديمقراطية أول تغيير أجراه في الدقيقة 65 بخروج حسام حسن ودخول مكانه عبد الحليم علي. عودة مرة ثانية الآن في انطلاقة من ديومانسي كامارا، ترجع الكرة في متابعة شوي، محمد شوي إلى أحمد حسن، طويل أحمد حسن باتجاه أبو تريكة. أبو تريكة يلمها بشكل حلو، أبو تريكة يبصيها ولا أحلى، وكرة من هناك يحاول مرور وفي كورنر، إشارة للكورنر مش فاول. هذا سليمان ديوارا وهذا شوقي، محمد شوقي. شوف الكرة، كرة اعتبرها هي فيها فاول، لكن لماذا احتسبها كورنر؟ إعادة مرة ثانية، هي مش كورنر، هي فاول. هذه الصورة تماما، لكن اللاينزمان المساعد الثاني لحكم المباراة أشار إلى أنها كورنر. عبد الله يسار 1-1. هذه النتيجة تؤدينا أو تمشي بينا للإكسترا تايم أو الشوطين الإضافيين، لكن لا زال هناك الوقت، هناك 17 دقيقة متبقية. إذا الكورنر تنفذ، والمتابعة من هناك، تمشي الكرة في الأمام. الحاج ضيوف، التغطية من بركات، طبعا خطورة واضحة الحاج ضيوف، خبرة طبعا. عبد الله يسار، شوفوا الإعادة لهذه الكرة اللي خرج لها توني سيلفا حارس ليل. شوفوا رياكشن حسن شحاتة. مباراة بالطبع أكيد، الله يكون في العون، يعني كلنا مشدودين والكل يتابع بكل هذا التوتر الشديد في لحظات عصيبة التي نعيشها في هذه المباراة مع آخر 16 دقيقة. داف، تعود الكرة الآن. أحمد حسن يبصيها لأبو تريكة، أبو تريكة والتمريرة من هناك لمتعب، التحول إلى خارج الملعب، رمي التماس التغطية التي كانت من ديوارا. محمد عبد الوهاب يلمها بشكل حلو ويرفعها، هناك متابعة من هناك، لكن شوفوا عدد أسود الترنجة يعني متراجعين ويحاولوا أن يطولوا أمد هذه المباراة. أحمد حسن، ولكن في النهاية الكرة تذهب إلى ضربة مرمى. مجهود كبير يبذله في هذه البطولة أحمد حسن وفي هذه المباراة. إذن حسن شحاتة في لحظات كما قلت صعبة للغاية من عمر المباراة، خلاص ربع ساعة الأخير. إذن يبدو الخيار القادم عمرو زكي اللي يقوم بالعمليات الإحمائية في هذه الأثناء. بالنسبة لحسن شحاتة ساعة وربع لم يجري أي تغيير حتى الآن. في المقابل المنتخب السنغالي أجرى تغيير وحيد في الدقيقة 66 بدخول الحاج ضيوف مكان هنري كامارا. الكل يلعب في أضيق الحدود، يعني الكل يحاول أن يركز ولا يكون هناك المجازفة، وأحيانا المجازفة مطلوبة في مثل هذه الظروف. تمشي الكرة الآن، ترجع من وائل جمعة إلى الحضري. 14 دقيقة. وآه منك يا كورة يا مجنونة. تمشي الكرة مرة ثانية، إبراهيم سعيد طويلة في الأمام، تمشي الكرة لمحمد عبد الوهاب، والكرة العرضية من يتابع لا أحد. عودة من هناك والتشتيت، وزالت المتابعة لبركات، تنقل وتعود لعمر داف.
لمندي فيدريك وبوبا. عمر داف، طويلة من عمر داف، عودة من مامادو نيانج، ترجع الكرة من شوقي إلى أبو تريكة، يلمسها باتجاه عبد الوهاب للوراء لمحمد شوقي، تنقل الكرة لميدو. بركات بركات بركات. أوه كرة من محمد بركات، ياه لو كانت تحت شوية لكان فيها كلام آخر. لعبها حلوة من ميدو، الغمزة ولمسها حلوة ميدو لمسته. والتغيير الآن يكون في الدقيقة 78، التغيير القادم للمنتخب المصري عمرو زكي اللي يستعد للدخول. تمشي الكرة مرة ثانية من هناك مامادو نيانج صاحب هدف التعادل المنتخب السنغالي. اوه تدخل قوي على احمد حسن، واذا في فاول سلامات اذا لاحمد حسن. اذا شوفوا اذا عمرو زكي، اذا صورة سيئة يا ميدو. لا 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 يا ميدو، ده المعلم يا ميدو، ده المعلم يا ميدو، تاريخه كبير. لا 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 الجماهير غضبت من ميدو تماما، غضبت من ميدو تماما. لا 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 اي نعم حبيبنا ميدو، لكن هذا التصرف لا يليق ابدا ابدا ابدا. حتى الجماهير تبهى الغضب من هذا التصرف الغير لائق تماما ميدو بحق المعلم حسن شحاتة، لان الامور في اي توتر، لاعب متوتر هو حابب يلعب، حابب ان يلعب دور كبير، وكرة من هناك وترجع والتشتيت وتعود. الان دخول عمرو زكي عموما نذهب وننسى الامر ونعيش اللحظه، ونعيش اللحظه ونتمنى كل التوفيق منتخب مصر. اتمنى لا يؤثر ذلك على المعنويات وعلى روح اللعيبه، وان شاء الله نتابع ونرى. الان غضب ميدو، لكن تدارك الامر طبعا كما نرى حسام حسن، وان شاء الله الامور تنسى تماما، لان هذه اللقطه ستكون صدى كبيره عليها، والامور لا تليق تماما بما يحدث في ظل هذا الامر. اي نعم اللاعب حابب يلعب يكمل، لكن تغيير اول تغيير يكون في الدقيقه 79 79 دقيقة، وهذه الكرة عموما تذهب تمشي لأبو تريكة. أبو تريكة عرضية وخطرة، وجول جول 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 جول. يا سلام، جول جول يا معلم، يا معلم خليت الشبكة تتكلم. اوه ابو تريكة، اوه زكي، اوه زكي، عمرو زكي يفعل، اوه عمرو زكي، يا الله يا الله يا الله. ابو تريكة والمعلم 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 الكل يفرح له. يا على هذه الكرة، الله 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 الله. عمرو زكي في أول لمسة له، في أول لمسة له بالراس الذهبية يضع الهدف ويضع مصر تقترب من النهائي، تقترب من النهائي، تقترب من الأميرة الأفريقية. يا الله يا حلاوة الكورة، يا روعة الكورة، شتان بين اللحظة والأخرى. كيف كنا وكيف أصبحنا. شوف عشنا لحظات التوتر الصعبة مع تغيير ميدو ودخول عمرو زكي، لكن بالطبع عمرو زكي يكافح حسن شحاتة براسية وبهدف، يكافح مصر كلها بهدف جميل. ولا ننسى الأسس الحلو من الحلو، من الحلو الساحر يبهرني هو أبو تريكة. تريكة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. إذا هدف رائع، هدف رائع في وقت رائع، في وقت صعب،
لمصر على السنغال. 2 مصر 1 السنغال. حذاري فيما بقى من دقائق، حذاري من الوقت الباقي، حذاري من ضيوف ورفاقه. تمشي الكرة من هناك وعامر زكي يسجل الثاني الأهداف داخل بمعنويات قوية جدا، والكرة الرأسية الرائعة، هدف جميل من الأهداف الجميلة تعانق شباك حارس ليل الفرنسي وهو توني سيلفا. يسود الترنجة لابد من ترويضها في الدقائق الباقية. تمشي الكرة إلى متعب، إلى متعب، متعب تعود للوراء مرة أخرى لأحمد حسن. أحمد حسن ينقلها للبركات، بركات شوقي، بركات يلعبها طويلة. أحمد حسن يحاول، ارتباك واضح أصبح عند أسود الترنجة. التريث مطلوب والترويض مطلوب، وحذاري من ديومانسي كامارا، حذاري من هذه الكرة وانطلاقة مامادو نيانج الخطير. ترجع الكرة إبراهيم سعيد بثقة، لاعب يلعب بكل رقي في هذه الكرة سريعة. ميدو هي يا ميدو. متعب يا عماد، متعب. كورة انفراد لكن تأخر واستعجل وضيع الكورة، لكن إن شاء الله خيرها في غيرها. الحاج ضيوف، وقت صعب جدا. 6 دقائق وكأنها 6 ساعات، 6 دقائق وكأنها 6 أيام، 6 سنوات، 6 يعني صعبة هذه الدقائق. حسن شحاتة يا شوف هذه كرة متعب. خلاص 85 دقيقة في هذا الشوط أو هذه المباراة، 5 دقائق الباقية. التغيير الثاني كامارا مكان مندي، هذا فيدريك مندي يغادر، ودخول سليماني كامارا في هذه الأثناء مع هذا التغيير للمنتخب السنغالي. التغيير الثاني سليماني كامارا، هذا لاعب نيس الفرنسي، سليماني كامارا. هذا بالطبع عمرو زكي صاحب نجم انبي وصاحب الهدف الرائع في مرمى السنغال. 5 دقائق المتبقية. تمشي الكورة، أبو تريكة صاحب الأسيس وفي الهدف الثاني. تنطلق الكرة سريعا، عمرو زكي عمورة يحول الكرة من هناك. تمشي الآن ويحاول متابعتها أبو تريكة ما زال يحافظ على كورته، تعود للوراء في انطلاقة من جانب شوي سريعة، ويا بركات يا على هذه الكرة اللي ضاعت. يا عمرو زكي، عرضية بركات. الدفاع السنغالي أصبح مفتوح على مصراعيه. التريث والتركيز، ممكن نرى ثالث الأهداف. عبد الله يسار، الأمور ما صارش منها يا عبد الله يسار. 2 مصر 1 السنغال، 2 مصر 1 السنغال في هذه المباراة اللي بالطبع مصر على أعتاب المباراة النهائية في النصف النهائي للنسخة 25 مصر 2006. تمشي الكرة من هناك وتتحول إلى تكون ضربة مرمى. هذا هو سليماني كامارا. خلاص إن شاء الله الوقت يمضي وسنرى التغيير الثالث للمنتخب. عبد الله صار بدأ يرمي بكل أوراقه الآن في هذه الأثناء. طبعا التغيير التأخر لأن كل مدرب يعمل حساباته في الإكسترا تايم والشوطين الإضافيين. عامل البدني مهم جدا، لكن إن شاء الله ما نشاهدش الإكسترا تايم، إن شاء الله تنتهي في وقتها القانوني حتى الآن بإذن الله. تمشي الكرة مرة ثانية في المنتصف لصالح المنتخب السنغالي. في تغيير ثالث سيكون المنتخب السنغالي. هنا عبد الله صار، بركات قوم ايضا في هذه المباراه بواجبات دفاعيه على اكبر وجه. ابو تريكه تحركات ممتازه جدا في الوقت الصعب. يا سلام يا ابو تريكه. تمشي الكره لعمرو زكي،
عمرو زكي، عمرو زكي، زكي يا زكي، زكي يا زكي. كورة خطيرة 1-2 مع أحمد حسن، وكورة كادت أن تأتي بثاني الأهداف لزكي وثالث الأهداف لمنتخب مصر. دقيقتين ونصف. إذا التغيير الثالث للمنتخب السنغال، إذا التغيير الثالث لمنتخب السنغال. إذا عيسى با، عيسى با مكان عمر داف. عيسى با لاعب شاتورو الفرنسي. إذا عيسى با مكان عمر داف. إذا عيسى با، وإن شاء الله نقول لا باي عيسى با. تمشي الكرة مرة ثانية إلى شاوي، شاوي يحولها إلى أحمد حسن أو بركات. بركات شوف 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 شوف, شوف بركات يعمل إيه. يلعب كرة حلوة، سيبها يا متعب. الله الله ميدو، ما الذي يحدث يقول، لكن أكيد فرحان. كل الأمور يا أحمد حسن لو سابها لزكي لكان فيها كلام آخر. يعني منتخب مصر بعد الهدف الثاني ومع زكي وبعد التغيير أعطى روح ثانية، شكل ثاني. عمرو زكي وتحركات أبو تريكة ونشاطات يعني وضع ثغرات كبيرة في دفاع المنتخب السنغالي. الحاج ضيوف، تمشي الكرة مرة ثانية. عمرو زكي، أجمل 10 دقائق يؤديها عمرو زكي. ضيوف، ضيوف تنقل الكرة سريعة والمتابعة مرة ثانية في هذه الأثناء. بوبا، وتمشي مرة أخرى في الليد. يومانسي كامارا، يومانسي كامارا، يومانسي كامارا، لكن عبد الظاهر الساعة يبعدها. محاولات حذاري من هذه اللحظات الصعبة. الدقيقة 90 ندخل فيها. يا ساتر، أوه. يعني هنا ماذا يقول 3 دقائق يضيفهم حكى المباراة، وهنا الكل كالمرعوب يحتسب ييفيني ركله الجزاء للمنتخب السنغالي، احتجاج واضح للسنغاليين. والعملية ديومانسي كامارا يحتج على ايفيني. شوفوا اللي عادة، يا ستار بهذه الكرة اللي كانت صعبة. تمشي الكرة نسيبها ونتركها وتمشي لعمرو زكي، عرضية ومتابعة من أبو تريكة لمن لا أحد. تصل الكرة من هناك عند الحارس أو عند ضيوف أو دياتا. عودة الآن 3 دقائق كوقت بدل ضايع. أقل من 180 ثانية وفيها كل شيء ممكن. وهذه المتابعة وسريعة من هناك تعود لبركات. بركات 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 محمد بركات، يا سلام إلى متعب. يلا يا متعب، يلا يا متعب، يلا يا متعب، يلا يا متعب، اتعبني ابهرني. يا كرة تحول إلى خارج الملعب إلى أو في صافرة من حكم المباراة إيفيني. إعادة من هذا. يا ستار سترها، الستار سترها. يا شوف الكرة هنا فاول نعم لمتعب على حافة منطقة الجزاء. الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع، ومتعب يطالب الجماهير بحماسية كبيرة جدا. إذا كرة من مكان خطير. نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع. أيضا هذه الجماهير خسارة أن تخرج وهي زعلانة، لا حقيقة يعني بهذه مساندة كبيرة. إذا محمد عبد الوهاب أمام الكرة وتلفت، ولكن سهلة عند تولي سيلفا. تولي سيلفا يحول كرة طويلة، حذاري من ديومانسي كامارا. ديومانسي كامارا في انطلاقة سريعة. يا ساتر من كرة خطيرة. والحاج ضيوف، والحاج ضيوف. ممتاز بركات، ممتاز بركات، ممتاز بركات. يحول كرة طويلة تمشي لأبو تريكة. أبو تريكة ولكن في خطأ، مش وقته من هذا المكان. هي الكرة الأخيرة، هي الكرة الأخيرة.
وحسام حسن سيشارك لكسب الأمور، تغيير تكتيكي للمعلم حسن شحاتة. نشاهد ونتابع ونرى هذه اللحظات الصعبة. إذا التغيير لمنتخب مصر، التغيير لمنتخب مصر، حسام حسن الأسطورة. يا حسام حسن مكان متعب في هذه الأثناء في التغيير الثاني منتخب مصر في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضايع. إذا حسام حسن الجماهير طبعا تعشقه، محبوب الجماهير، لا تنسى إنجازاته ولا أهدافه، 11 هدف في البطولات أو بالنهائيات الأفريقية، اللي تساوى أيضا في 98 بلقب هداف البطولة. وادي الشادي الكرة مرة ثانية ملعوبة، يا سلام يا حضري، وكرة خلاص 3 دقائق وتمشي الكرة مرة ثانية. وهذه انطلاقة أبو تريكة، امسكها شوية، حافظ عليها شوية إلى حسام حسن. حسام خبرة تعود، بحاول على حسام يتحصل على الفاول، ماذا يقول الحكم؟ لا. إذا رمي التماس تلعب سريعة من هناك إلى الحاج ضيوف التحول إلى خارج الملعب لتكون رمي التماس لصالح المنتخب السنغالي. سلامات لحسام حسن. نلعب في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضايع، ونشاهد إذا رمي التماس لصالح المنتخب السنغالي. تنفذ طويلة داخل منطقة الجزاء. الحمد لله، خلاص مبروك لمصر، مبروك لحسن شحاتة. الأمور خلاص، الصافرة أصبحت قريبة لإبيني الكاميروني. صفر يا حكم. كرة الخطيرة التي كانت للسنغاليين. شوفوا رياكشن حسن شحاتة. الحمد لله دائما. عبد الله صار ولحظات صعبة، والحضري يصفر الكاميروني بنيه. مبروك لمصر 2-1. فوز صعب ولكن ثمين. باي سينيغال. إذا مصر إلى النهائي. فرحة كبيرة لمحبي وعشاق وجمهور الغفير. يا سلام، لقطة حلوة من ميدو في قبلة لعمرو زكي. في الختام لكم مني أحلى تحية عشاق المستديرة. إلى اللقاء إن شاء الله في نهائي واللقب والخطف الكاس الأميرة الأفريقية. ألف مبروك، مليار مبروك لمصر، ألف مبروك لهذه الجماهير العريضة، ألف مبروك لكل محبي وعشاق كرة القدم المصرية. إلى النهائي، إلى هذه إنجاز رائع لحسن شحاتة ورفاقه، وألف مبروك مرة ثانية أقولها، وإلى اللقاء مشاهدينا الكرام.